السلام عليكم. معكم أمينة رشدو، تلميذة بمؤسسة قلب الحكمة الخصوصية، حاصلة على أعلى معدل في امتحان البكالوريا دورة يونيو 2024-2025، شعبة علوم فيزيائية خيار فرنسية. بالنسبة للمسار الدراسي ديالي، منذ الصغر كانت واحد المتابعة من طرف الوالدين ديالي اللي ديما كانوا كيسهروا على انني انا، سواء انا او الخوت ديالي، نجيبوا نقاط متميزه مشرفه. داكشي اللي زرع فيا هاد الرغبه وهاد الاراده انني كذلك نتفوق في هاد السنوات الاجهاديه ونجيب نقاط اللي نتفوق بها وتفرحهم وتفرحني. بطبيعة الحال قبل الباك كيكون واحد الستريس، سواء قبل سنه الباك او طيله السنه، وذلك راجع التهويل اللي كنديروا ليه. ولكن كنشوف بانه امتحان عادي اللي بريبارا ليه من الاول العام، راه بطبيعه الحال غيجيب نقاط جد مشرفه. وانما بطبيعه الحال الاعداد لا ضروري، خاص يبدا من اول السنه ويكون متابع من طرف الاساتذه والاباء والمشرفين. بالنسبه لاجواء الامتحان فرا كانت اجواء جد ملائمه. بطبيعة الحال كنتدربوا عليها قبل ما ندوزو الامتحان الوطني في الامتحانات التجريبية داخل المؤسسة. كنتعلموا كيفاش نتعاملوا مع الوقت، مع الصعوبات اللي كنلقاو، وكيفاش ننظموا العمل ديالنا. بالنسبة للتلاميذ المقبلين على اجتياز الامتحان الاستدراكية، كنقول لهم انهم ما يفقدوش الامل، فراه باقي واحد المدة اللي يقدر يضحيو فيها ويبريباروا فيها بكل جهد، وعلاش لا يجبوا كذلك نقاط متميزة اللي تمكنهم من انهم يديروا التخصصات اللي بغاو. بالنسبة للمقبلين على اجتياز امتحان البكالوريا، كننصحهم انهم يختاروا التخصص اللي كيناسبهم، ما يضغطوش على راسهم وهما اللي يختاروه. وكذلك يبداو من اول السنه، ما يخليوش حتى الاخر، باش في الاخر ما يتزيروش وما يتضغطوش وتكون عندهم نتائج متميزه كذلك. بالنسبه لما وراء البكالوريا، صراحه ما كنشوفش انني حسمت في التخصص اللي بغيت، وانما كنفكر في شي تخصص اللي نقدر انني نعطي فيه ونتفوق فيه كذلك. وعلاش لا نخدم الصالح العام؟ علاش لا ميديسين ولا انجينيوري، بويسكو مطلوبين دابا بزاف. كلمه ختاميه، كنشكر كل من ساهم في هذا الانجاز، سواء الاب او الام ديالي او الاطار التربوي ديال المؤسسه، وكذلك الاصدقاء ديالي اللي دعموني وشجعوني.